أغلب الناس بيحبوا يزودوا الجاذبية الاجتماعية بتاعتهم عن طريق الكلام عن نفسهم، إنجازاتهم، خبراتهم، آرائهم الذكية في كل حاجة، حوادثهم المسلية. لكن الغريب إن الطريق الأقصر لإعجاب الناس بيك ممكن يكون العكس، هو إنك تخليهم يتكلموا. في الدراسة دي الباحثين حللوا محادثات حقيقية بين مجموعة كبيرة من الناس، ولقوا إن الأشخاص اللي بيسألوا الآخرين أسئلة أكتر، خصوصاً لو أسئلة فيها متابعة يعني فولو أب، بيتم تقييمهم كشخصيات محبوبة أكتر. فإيه تفسير الموضوع ده؟ لما تسأل شخص عن نفسه بتشتغل إيه أو بتحب إيه، بيبقى كأنك بتقول له أنا شايفك، أنا مهتم بيك، أنت إنسان مهم. وأسئلة المتابعة كمان مهمة جدا وأهم من الأسئلة اللي سألناها دي. يعني مش بس تسأله بتشتغل إيه، لكن إيه أكتر حاجة بتحبها في شغلك؟ إزاي بدأت؟ حسيت بإيه وقتها؟ الناس بتحب تتكلم عن نفسها وبتحب الناس اللي بتسمعها وهي بتتكلم عن نفسها. أي نعم الناس بتحب الشخص المثير للاهتمام، لكنها بتحب أكتر الشخص اللي يحسسها إنها مثيرة للاهتمام. فهل أنت في القعدات الاجتماعية بتسأل الناس عن يومهم واهتماماتهم، ولا محدش بيتكلم غيرك؟